السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين الدنيا والله. النهارده معانا وحش جديد من وحوش اونر بقى، اونر اكس 9 سي. الموبايل ده موبايل خارق بصراحه. صدمات تلاقي، ميه ساقعه متلجه لحد ماينس 30 تلاقي، ميه سخنه مولعه. انا طبعا 45 ده بالنسبه لي ايه، انا يا دوب كنت بحط الموبايل عشان اعرف اطلعه، اعرف انقذه، لكن هو بيتحمل لحد درجه حراره 55. فانت الحقيقه فلوسك حلال في الموبايل ده. ليه بقى؟ قول لي ليه. انت راجل دافع 17000 جنيه بس، دافعهم في ايه بقى؟ موبايل حمال اسيه، موبايل المهام الشاقه. الموبايل ده انت في اسوأ السيناريوهات مش هتخسره. اسوأ السيناريوهات زي ان انت مثلا زي ما قلت لك تحطه في ميه وقع منك وانت بتاكل شوربه او حاجه سخنه، موبايل سليم ما جرالوش حاجه، وقع منك من اي ارتفاع ممكن لحد 2 متر على سيراميكا على ارض على اي حاجه، الدنيا شغاله، وقع منك في تراب برضو معاك الموبايل مفيهوش اي مشكله، جالك مكالمه وبتطلع حاجه من الديب فريزر حطيته نسيت، زي ما احنا بندور على الريموت كده هو في ايدينا، عادي جدا برضو الموبايل هيتحمل معاك لحد ماينس 30 درجه بتوصل للتجمد. طبعا كل السيناريوهات شغاله، الموبايل انا طول ما انا قاعد عمال اعمل فيه كده ولا بيجرى له اي حاجه، زي ما انتم شايفين حاجه ايه، جمدان. والجميل بقى ان الموبايل ده مقاوم للكسر من كل الزوايا، يعني 360 درجه. ليه؟ في هنا في الكورنرات حاجات بتمتص الصدمه، لو وقع على سيفه كده ما بيجرالوش اي حاجه، والموبايل بيقدر يمتص الصدمه عادي جدا وتهب. مش معنى كده ان انت تفضل تهبد في الموبايل عشان تكسره وترجع تقول لي في الاخر والله ده اتكسر مني. الموبايل مقاوم للكسر في السيناريوهات اللي هو بيقع منك فيها غصب عنك. والجميل كمان ان في ناس شغلها اصلا بيكون في الميه والحاجات دي، فطبيعي جدا جدا ان انت لما بتيجي تستخدم التاتش بيتجنن معاك، تلاقيه بيروح يفتح نوافذ انت مش عايزها وتطبيقات ويبعت رسائل ويكلم في ناس. هنا الحقيقه التاتش مستقر جدا وستيبل جدا، حتى لو شاشه مبلوله وحتى لو ايديك مبلوله. والناس اللي ايديهم بتعرق كتير، وانا عارف ناس كتير كده، الموبايل ده انسب حاجه ليك. بالاضافه كمان التصميم في منتهى الشياكه، اللون السان رايز اورنج اللي معايا شيك جدا جدا. البلاك يا جماعه في حته تانية خالص من اللون ده، والبيربل برضو حاجه جامده جدا، وفي لون في لون رابع قصدي كمان اخضر، حاجه في منتهى الشياكه والروقان. بس انا لو هختار اشتري بصراحه يا هختار الاورنج يا اما هختار البلاك. الموبايل برغم ان هو كبير الا ان كيرفات الظهر مديالك مساحه ان انت تمسك الموبايل وانت مرتاح ومش تعبان من المسكه حتى لو ماسكه لفترات طويله. اونر بصراحه عامله لك الاريحيه دي دبل. يعني ايه دبل؟ يعني انت ماسك الموبايل في ايديك انت مرتاح بسبب الكيرفات بتاعت الظهر وكيرفات الشاشه، وكمان مديالك شاشه مريحه للعين. هقول لك كل ده ازاي بالتفصيل دلوقتي حالا. الموبايل جايب شاشه كبيره بحجم 6.78 بوصه من نوع اموليد. الشاشه دي مش هتلاقيها في الفئه السعريه دي غير في الاونر اكس 9 سي. دقه 1.5 كي مع كثافه بكسلات رهيبه جدا، 437 بكسل لكل بوصه، مع 120 هرتز معدل تحديث، مع 4000 نيتس سطوع تحت اشعه الشمس. ده انت لو ساكن في الشمس نفسها هتشوف الشاشه. وسطوع الشاشه ودقتها في الاونر اكس 9 سي من التطورات عن الاونر اكس 9 بي. شاشه الاونر اكس 9 سي زي ما قلت لك مريحه جدا للعين، اعلى نسبه تعتيم ممكن تاخدها، وبالذكاء الاصطناعي كمان بالليل وانت في ضلمه بتكون مريحه جدا لعينيك وبتساعدك على نوم هادي. لو انت بتستخدم موبايل بشاشه عاديه عينيك بتوجعك وبالتالي بتصحى عينيك مرهقه جدا من النوم، لكن هنا لا، الحقيقه مفيش الكلام ده خالص. وعندك ميزه رهيبه جدا كمان في الشاشه وهي الماجيك كابسول، الجزيره التفاعليه اللي في النص دي كده، الانيميشن بتاعها رهيب جدا في الاستماع وفي الريكورد وفي اي حاجه انت بتعملها بروقان كده زي تايمر او الارم، كل ده بيسمع معاك في الجزء اللي فوق. فانت بالتالي واخد شاشه محترمه جدا بمميزات رهيبه جدا زي بعض الشركات اللي انت بتدفع فيها ارقام كبيره جدا عشان تاخد الجزيره التفاعليه دي. لما نيجي نتكلم عن الشركات اللي بتطور نفسها، من اراء الريفيورز لما يقولوا ان ما ينفعش موبايل يكون بتجربه صوت مونو وانت مديني الشاشه العظيمه دي وموبايل بالامكانيات ده، فيجي التطوير على طول في الاكس 9 سي من اونر، جاي طبعا بسماعات استيريو على عكس الاصدار اللي فات اللي كان مونو، وجاي طبعا بصوت ديناميكي رهيب جدا مجسم محيطي بيوصل ل 300%. الصوت هنا والسماعات اللي هنا تحس ان الموبايل حقيقي فلاج شيب. اسمع مثلا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين القناه بقى، واخيرا بعد طول انتظار موبايل جديد من اونر. صوت مجسم جدا، نقي جدا، عالي. الاونر 200 نازل في فئه سعريه تعتبر فئه متوسطه عليا. حقيقي تجربه الشاشه مع السماعات الاستيريو اللي هنا بينقلوا المشاهده والالعاب في حته ثانيه خالص. مش عايز انسى اقول لك كمان الاونر اكس 9 سي بصمته بتيجي مدفونه تحت الشاشه، بصمه سريعه صاروخيه رهيبه جدا جدا، ما عنديش معاها اي مشاكل غير انها بيرفكت. تعالى لي على اداء الاكس 9 سي، نفس المعالج بتاع الاصدار اللي فات سناب دراجون 6 جين 1. المعالج ما فيهوش اي تطوير ولكن يظل الاداء في منتهى القوه. يكفي ان انت هتلعب ببجي على الالترا اتش دي ار مع الالترا فريم ريت، وهتاخد 60 فريم مستقرين جدا، فما اعتقدش ان انت عايز حاجه ثانيه. ولو عايزين تجربه العاب زي اللي عملناها في الاونر 200 اكتبوا لي تحت في كومنتات. والموبايل بيجي بنسخه 12 جيجا رام مع 256 جيجا. 256 جيجا دول بس، مش تقدر تزودهم بذاكره خارجيه. اونر
اكس 9 سي بيجيب احدث سوفت وير من اونر الماجيك او اس 8.0، والسوفت وير هنا كليا مبني على الذكاء الاصطناعي وفي شويه فيتشرز وتريكات كده هقول لك عليها دلوقتي، وهنشرح السوفت وير ده كامل في فيديو. انا اسف ان انا اتاخرت عليكم وعارف ان انا متاخر، ولكن في الحقيقه انا كنت مستني الاكس 9 سي عشان اكبر عدد من الناس يقدر يستفيد لما يشتري الموبايل ده، يبقى احنا كده ايه بنجمع اكبر ناس ممكن تستفيد من الفيديو. فانا عارف ان انا متاخر، حقكم عليا، بس الضمان الوحيد ان انتوا ان شاء الله تشوفوا الفيديو ده اول ما ينزل، اشتراكك بقى، تفعيل زر الجرس، الحاجات اللي انت بتروق عليا بيها دي. تجربه الذكاء الاصطناعي اللي موجوده هنا انا مش هحرقها لك، بس هقول لك اهم ميزتين، وهما الاي اي اريزر، ان انت تقدر تمسح اي حد مضايقك في الصوره، او ان انت تقدر تشيل اي عنصر مش عايزه في الصوره وترفع صورك على السوشيال ميديا وانت فخور كده، انا لوحدي على البحر يا رجاله، انا لوحدي في الهرم يا رجاله، زي الانفلونسرز كده ما بيعملوا، لان انت مش اقل منهم يا صاحبي، فامسح اللي ما يعجبكش وارفع صورك كده وانت ايه عظيم. الميزه الثانيه الماجيك بورتال، الحقيقه دي بتختصر على صناع المحتوى كتير قوي. انا بصور صوره او بصور فيديو بقوم ساحبها هوب تك على طول على البرنامج اللي انا عايز اشير عليه، مش لسه هروح ادخل على البرنامج واعمل حوار والف وادور والكلام ده، لا خالص، الموضوع بمنتهى السهوله، دراج اند دروب. عايز مثلا تبحث على حاجه في صوره، تقوم ساحب الصوره بتاعتك اللي انت عايز تسحب عليها على جوجل على طول، موضوع سهل وسلس جدا جدا جدا. شرح تفصيلي بقى يبقى تشترك وتفعل زر الجرس وتستنى الروقان. انا الحقيقه بحضر فيديو شرح سوفت وير كامل ماجيك او اس بخباياه بتفاصيله بكل حاجه، ازاي تستفيد اقصى استفاده ممكنه وانت ماسك عملاق زي الاكس 9 سي او اي موبايل من اونر بيحمل الماجيك او اس 8.0. وبحضر فيديو تاني بقى شرح كاميرات، الحقيقه كاميرات اونر فيها فيتشرز كده وحاجات وتريكات بتساعد ان انت تاخد صور احترافيه بالموبايل، وكمان تصوير فيديو بالموبايل احترافي جدا، واقول لك كل التريكات دي بقى مش هوصيك. كاميرا الاونر اكس 9 سي جايه ثنائيه، الاساسيه جايه 108 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.75، فتحه عدسه واسعه، تصوير الليلي هنا مش عايز احرق لك المراجعه، انا متحمس قوي فتلاقيني عمال اسبق الاحداث. الكاميرا الثانيه جايه بدقه 5 ميجا بكسل لتصوير الالترا وايد، في اضاءه النهار بتديك صور الى حد ما كويسه، الدايناميك رينج مظبوط جدا، بتاخد 1 اكس و2 اكس و3 اكس من العدسه الاساسيه ال 108 ميجا بكسل، ولو بتصور بجوده الهايرس تقدر الصوره الكبيره تقسمها لاجزاء وكل جزء يديك كواليتي عاليه جدا جدا زي ما انت عايز. الكاميرا الخلفيه بالليل الصراحه ادتني نتيجه مرضيه جدا، تفاصيلها حلوه، الاضاءه مستقره جدا ومظبوطه وما عنديش فيها اي مشاكل. والسر هنا الحقيقه في المثبت البصري اللي بيدعمه الاكس 9 سي عن الاكس 9 بي. الصور الليليه طالعه مرتاحه لان انت طبيعي عندك مثبت بصري، مهما ايديك تتهز الصور بتطلع ثابته ومظبوطه. وزي ما قلت لك ان انت عندك ميزه مهمه جدا في الكاميرات بعد ما بتصور الصوره، وهي ميزه الاي اي اريزر. اي عنصر مش عاجبك في الصوره، اي شخص خلاص طلع من حياتك، طلعه من الصوره عادي جدا. والجميل ان هو بيتعرف على المشهد، وبعد ما بتشيل الشخص بيرجع لك الباك جراوند وراه كما انه مش موجود اصلا. كاميرا اونر اكس 9 سي الاماميه بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.5. الكاميرا الاماميه الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي، الصبح الصور حلوه قوي، تفاصيلها حلوه، الدايناميك رينج هايل، سكين تون مظبوط جدا. بالليل بقى انا اتفاجئت الصراحه، مع ان فتحه العدسه ضيقه الى حد ما، الا ان الصور اللي طالعه زي ما انتم شايفين منوره ومحتفظه بالتفاصيل، والصوره شارب جدا، مفيش اي حاجه تدل ان هي بتجتهد تعالج نويز فبتخبي تفاصيل، الكلام ده هنا مش موجود خالص، صوره طالعه بيرفكت. من المميزات الجميله جدا للاونر اكس 9 سي ان هو بيصور بالكاميرا الخلفيه فيديو بدقه 4K 30 اطار في الثانيه، اما الكاميرا الاماميه فبتصور فيديو بدقه 1080p لحد 30 اطار في الثانيه. كان نفسي الحقيقه الكاميرا الاماميه تدعم تصوير 4K ولكن اتس اوكي. تعال نروح على التطوير الكبير اللي حصل في الاكس 9 سي واللي بعتبرها معجزه في التطوير بصراحه. بطاريه 6600 ملي امبير بتدعم الشحن السريع بقدره 66 واط في هذا الجسم السليم او السوبر سليم كمان، والموبايل وزنه لا يتعدى ال 190 جرام، 189 جرام. اما سمك الموبايل ما عداش ال 8 ملي، والموبايل خفيف جدا. ومش بس كده، ده انت لو حاطط فيه جسم تقيل فطبيعي ان هو يبقى معرض للكسر بشكل كبير جدا، ولكن الموبايل ولا بيحصل له اي حاجه يا جماعه. انا مستغرب بصراحه، فمعجزه. قعدت ادور بقى على السر، ازاي اونر منزله موبايل بهذا الحجم السليم وفي نفس الوقت البطاريه عملاقه، المفروض الموبايل يبقى حاجه كده يعني تقيل ووزن وبتاع. لقيتهم صانعينها من ايه يا سيدي؟ السيليكون كربون. السيليكون كربون بيديك الامكانيه ان انت تزود سعه البطاريه وفي نفس الوقت بتحتفظ بالسمك الرفيع. مش بس كده، من التطورات الكبيره في الاكس 9 سي عن الاصدار اللي فات ان هو بيدعم الشحن السريع بقدره 66 واط، والشحن السريع موجود في العلبه. وانا بشحن قال لك ايه؟ قال لك والله دوس على الدايره دي كده هتاخد ايه سرعه شحن. طب ما هنروح فين تاني يا جماعه؟ البطاريه اصلا على الاستخدام العادي والمتوسط هتقعد معاك 3 ايام، فيما يعادل 26 ساعه مشاهده فيديوهات على يوتيوب. والجميل كمان ان انت مهما تطول، انا الصراحه ضاغط الموبايل ده معايا لان التجربه مكثفه ومحتاج انزل فيديو بسرعه عشان الناس طبعا اللي هي حاجزه وعايزه تشتري الموبايل تشوف. طبعا الموبايل البطاريه متوقع منها انها تسخن 6600 ملي امبير مع شحن بصراحه
في سحر حاصل في البطاريه انا مش فاهم، لا المعالج بيسخن ولا البطاريه بتسخن ولا الموبايل بيسخن. نظام التبريد يا جماعه رهيب جدا جدا في الموبايل، سواء توزيع الحراره او ان هو يبرد نفسه. شابوه بصراحه. في تفصيله مهمه قوي لازم اقولها لك في البطاريه، ان انت بالالترا باور سيفنج بتاع الموبايل لو موبايلك 2% تقدر تعمل بيهم ساعتين مكالمات. فلك ان تتخيل يا صاحبي بطاريه الجهاز ده عامله ازاي. اونر اكس 9 سي ده عامل خدمات ال 5 جي، والحقيقه الشبكه 10 على 10 وفوق الممتازه بشويتين ثلاثه. مستشعر المكالمات سوفت وير لكن مديني اداء ستيبل جدا، ما عنديش فيه اي مشكله. الموبايل شاشته بتقفل شغال يا صديقي. الموبايل بيدعم ال NFC والجيروسكوب سنسور، مفيش منفذ 3.5 ملم عشان تركب سماعه سلك، ولكن في كونفرتور او تستخدم السماعه الهديه اللي جايه معاه. اكتر حاجه بتطمني ان انا اشتري موبايلات اونر ضمان اتصال، خدمه ما بعد بيع محترمه، حاجه كده نظيفه وتطمنه. دي كانت كل حاجه عن اونر اكس 9 سي، الموبايل الخارق اللي ما بيتكسرش، المقاوم للميه بجميع انواع درجات حرارتها، حاجه كده في الروقان. استنوا فيديوهات رايقه جدا جدا عن اونر الفتره الجايه، سوفت وير وكاميرات وحاجات كتيره جدا جايه ان شاء الله. لايكك المتين بقى تشجيع يا صاحبي من هنا لبكره، عشان هيتروق عليك الفتره الجايه ترويق جامد جدا. في تطورات ان شاء الله في 2025، ده خبر حصر ليكم، فتابعوني لان اللي جاي ان شاء الله باذن واحد احد غير. اكتب لي كومنت، سيب لي رايك في الفيديو، اي استفسار برضه سيبه لي، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، حاجات يعني فخر ليا والله. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.